كان يقولوا لنا اذا كان الجدران زعيم بروحه هذيك قضيه اخرى. اللي حاصل الاتي: من تاريخ تقريبا يوم 11 تقريبا تحديدا، هو هذا التاريخ، في اجراءات عملا داخل الدوله. طبعا الدوله ما فيهاش فلوس، لكن تم اتفاق مع اداره المصارف التجاريه بارك الله فيهم على استلاف مبلغ وقيمته 200 مليون. 200 مليون هذين كيف؟ هذين من ايداعات الناس والشركات وكذا في المدن الامنه هذين. ووافق المصرف على تسليف هال 200 مليون بحيث الحكومه تقوم هالايام بعملها اللي نحن نقولوا زي الصحه زي كذا زين. بارك الله فيكم الماليين اللي جروا على الموضوع هذا. الموضوع هذا انتهى الساعه مثلا الساعه 11 في الصبح ولا الساعه 10 في الصبح، ما جاتش الساعه 8. انتم شوفوا ال 200 مليون احنا في حاجه، ما جاتش الساعه 8 منين رئيس الوزراء قرار رقم 37 لسنه 2014 بصرف 100 مليون لابراهيم الجدران. يعني وكأن لا عندنا حرب ولا الناس جواعه ولا عنده بنزينه وموضوع الكهرباء وموضوع الغاز والمقاتلين اللي ياكلوا في شرموله ويشربوا في شاهي مره في بنغازي ومربطين في درنا. الكلام هذا ما جابوش منا علم بالكلام. المهم وطبعا الموضوع هذا موجود في مصرف التجاري الوطني فرع الجهاد بارك الله فيك. الحساب هذا اللي بيدعوا له ال 100 مليون يوقع عليه ابراهيم الجدران بس. يعني هاك ال 100 مليون تو مفسرين الكم، لكن الحساب قريب باسم ابراهيم الجدران. ليش ما حطوش في المنظومه السابقه؟ الله اعلم. يعني هذا في نفس الليله لما صار الضغط وصار الكذا وعلموا الناس بهذا الموضوع وقيادة الجيش والناس اللي حتى ناس وطنيين بارك الله فيهم نواب في مجلس النواب ضغطوا في نفس الليلة، داروا قرار أو ثاني يوم قرار رقم 100 أو رقم 38 لسنة 2004، يعني بعد قرار 37 بشأن سحب قرار 37، يعني داروا قرار وسحبوا القرار هذا. قلنا باهي مبروك واعتباره كائن لم يكن. طبعا باش نبقى نقول لك كمل لي يجري على المواضيع هذين. اولا وزير التعليم فتحي المجبري يجري مقطع شريك عليها ال 100 مليون. وش يقول؟ يقول وش فيها كان اعطيناهم 100 مليون وهذا حيقفل النفط ما يقفل النفط. هذه قصه اخرى. الامر الاخر هذه انتهى الموضوع عليك. الايام السابقه يقول ان اثني يقول يوم 26/11 تحديدا يقول ان المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب بعث لهم رسالة فيها 149 مليون تعطوهن، وهن مصنفات كالآتي: 72 مليون مرتبات و77 تموين سيارات وبنزينة والتموين والقصة دي كلها. ماشي ما قلنا شيء. طبعا بدأ رئيس الوزراء بيدفع يجريان. تم الاجتماع بين 2 و3 وزراء، التعليم والمالية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الأستاذ أو الدكتور البدري، وقالوا لهم نحن بدل القصة اللي حكيت عليه الموضوع هذا من قبل، بدل هاي القصة لا نحن نخش ونطلع بقرار وزاري وندفع الفلوس هذين. طبعا تم تأجيل الموضوع لأن صار ضغوطات أنه لا يمكن يطلع هذا المبلغ، ثم تم الإفراج عن الموضوع من جديد، ردت من الأولى. يعني حاجة غير عادية، بدأ يهدد فيهم وكذا، وانا عندي 500 سيارة جاية من مصراتة وش ندير لهم ونفتح الطريق، كلام موثوق. وبدأ يعني يحكي بطريقة جديدة. كان من المتوقع أن يوقع الصك في صباح اليوم التالي، وبدأت دائرة الحالة اللي في الوزراء اللي ضد هذا الموضوع. تم الاتصال بقيادة الجيش يريدون منهم أن يوافقوا على الموضوع. كلموا الجيش وقالوا لهم ايش رايكم توافقونا على الموضوع؟ قالوا لهم لا والله نحن اصلا في حاجه الى اموال. وتم تكليف وداروا صارت الحاله وداروا تكلفوا لجنه من عبد السلام الدكتور عبد السلام البدري والمبروك قريره وزير العدل. هذه واحده. ايش بيديروا؟ الاولى قالوا لهم اول حاجه نطلعوا الثني اجازه، طلعوه لنا ويتم تكليف الدكتور البدري باش يوقع على قرار الصرف او قرار او الصك او سميها ما شئت. الاسئله اللي نبغى نسالوا عليهن: لماذا يقاتل وزير التعليم المجبري بهذا الشك؟
وهل هذا الموضوع عنده فيه ولا ما عندش فيه؟ البدري الاستاذ الرائع، واللي نحن يعني من اهل الوطن، الجيش يا استاذ البدري اللي قاتل الان هو هلك. الخط هذا كله وقمينس وخط سي خليفه هذوم هلك. يعني بصراحه اذا كان عندكم فلوس اعطوهم الهوا ولا يعني بصراحه لو تشوفوا فيه ناس الى الان مرتبات الجيش الى الان ما انصرفنش. طبعا الشكر لاداره مصرف تجاري وعلى كل هذه المجهودات. راهو فيه لعبه غير عاديه. هو الان موقف موضوع المرتبات، صرفوا من قبل يعني يبوا 100 مليون اللي هن 72 مصنفات، والحقيقه يعني في كلام ما حتى الكلام الواحد والله ما يقدر يقوله بصدق يعني. والموضوع الان راهو قدامكم يا ليبيين، يبوا يعطوه هال 100 مليون 72 يا سيدي قلنا مرتبات، ديروا لهم مرتبات ما قلنا شيء وحطوهم في هالمنظومه اللي قلنا عليها. لكن هيك لا والله هذا خبر غير عادي. 77 مليون الاخرات يمشي لابراهيم الجدران وهذا يروح تموين وكراهب وما نعرف اسمه وكذا. ما نظن الا سعي قدام في مزرعه التفاح. نعم يا ربيع.